إمام كريم. ولد الأمير فلاح فهد النون رحمه الله تعالى في حدود سنة 1880 من الميلاد، وكان رجلا مقدما في الجزيرة العربية، معروفا على مستوى الجزيرة العربية بفروسيته وشجاعته وكرمه. ولا زال الناس إلى يومنا هذا يتذاكرون ما جرى له في إحدى الأيام والمعارك المشهورة مع إحدى القبائل في الجزيرة العربية، والتي كانت على مقربة منا في حدود حفر الباطن. وقد خلد التاريخ ذكر هذه المعركة يوم أن برز ذكر فلاح النون رحمه الله تعالى فيها. يقول الشاعر: يا من حضر يوم الحفر يوم حس خوميث شهر، للدلالة على شجاعته وما جرى له في هذه المعركة حينما غنم فيها الغنائم. كان رحمه الله تعالى معروفا بكرمه، مجلسه كان لا ينقطع من الضيفان، يذبح وينحر لهم مما جاد الله عز وجل عليه فيه. ولذلك حتى في الكويت كان معروفا ومقدما عند شيوخ وحكام الكويت، لكونه يعد من أبرز أمراء الجزيرة